وايه ظاهره ان كل شويه لما واحد يخرج ويبقى متضايق وزعلان؟ امال يا رجاله لو كنت لعبت كنت عملتوا ايه؟ يعني مش فاهم برضو يعني على ايه اصلا انت في الملعب بتلعب. انا دلوقتي خلاص انا بقى يعني من كتر ما كل شويه اسمه ايه مدحت شلبي يقعد يقول لك في لعيب محلي وفي لعيب دولي، فدي لعيبه محليه دي مش لعيبه دوليه. انا خلاص بقيت خلاص شايف انني بقى لعيب محلي من اللي انا شايفه في الماتش. يعني السوليه بقيت شايف ان هو لعيب محلي من اللي انا شايف ف يعني ما بقاش فيه اصلا حد بيلعب، فالسوليه يخرج يبقى متضايق ومتعفرت ايه بقى اللي حصل يعني؟ انت شفت ايه او انت عملت ايه في الملعب على اساس يعني احنا نبقى زعلانين اللي انت اصلا خرجت؟ وعامة والله انا عامة ببقى ايه، هو الموضوع مش هو زعلان عشان هو خرج، هو اكيد في مشكلة، عشان انا مش مقتنع ان في لعيب يخرج ويبقى زعلان ان هو خرج. ما تخرج يا عم، انت بتاخد مرتب وعشان تلعب كام دقيقة وتخرج، ما تخرج ما لا ينزل يأدي وبتاع. ما فيش حد يعني عنده الحماس اللي هو خلاص انا لازم اكسب ولازم. يعني انت اصلا الماتش انا حاسس ان انت عايش ان هو ماتش ودي مش ماتش رسمي. مفيش غير مفاسة بس اللي حاسس ان هو ماتش كده رسمي. فلا فما ينفعش تخرج وتعمل لي فيها زعلان ومقموص، والماتش اللي قبليه يبقى محمد شريف برضو كان نفس الكلام يخرج يتخانق. فايه يا رجاله في ايه يعني؟ ما انت حتى مش عارف بقى، هو حلمي طولان اصلا مش ده شخصيه حلمي طولان. يعني حلمي طولان المفروض اللي احنا عارفين ان هو راجل عسكري بقى واللي هيزعله وبيمرجحه والجو ده. فايه الفكره دي؟ انا مش فاهمها، مش لاقي لها حل وانت يعني. اصلا انت كلاعب جايب منين يعني الحرقه؟ ما شفناش الحرقه دي في الماتش يعني. يعني انت قعدتك في الماتش لا هتزود ولا هتنقص، ما تنجز حالك يا عم.